السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بص يا جماعة، النتاية دي قلت اخرجها تتهوى شوية. نتاية نفاخ، تمام. طبعا هي معاش دكر، يعني كانت متبوبة، فقلت اخرجها تتهوى شوية. بصوا عمالة تعمل ايه؟ كل الدكورة السايبة عمالة تكنس لهم، يعني كل الدكورة السايبة. يعني بص، ده دكر مثلا هجين كينج على لاحم، تمام. بصوا عمالة تعمل معاه ايه، وشكلها هتتجوزها. بصوا. طب نعمل ايه بالله عليكم؟ لم نفسك يا بت، يا بت لم نفسك، حرام عليكي كده. بصوا يا جماعه، بصوا عماله تدلع للدكوره كلها، هي عماله تدلع للدكوره كلها. نعمل معاها ايه بقى؟ انا مش عارف. بصوا كده، نفخت وزايفه، زايفه ايه، تمام. طب لو جوزناها للذكر ده، الذكر ده ما شاء الله عامل زي الدبابه، ده هجين كينج، كينج ابيض على لاحم. بصوا بصوا كده، يبقى ايه اللي هيحصل؟ عماله تقرش نفسيها كده، عاوز تباس بالاخر. انت عاوز تباسي. تمام. نشوف كده مع بعضينا. يا ربنا يسامحك والله العظيم. لو طلع غتها الطيره دي ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني عندها نسبه التعمير، تعمير البيض او التخصيب 100% فعلا، يعني بفضل الله ما بتفوتش حصوايه، اللهم بارك، يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله. لو طلع غتها انا واثق ان هي هتاخد منه غت. بصوا يا جماعه اهو. بصوا عامه، هو انا واثق ان الذكر مستغربها عشان هي نفخه، يعني انا واثق قوي ان الذكر مش عاوز يقرب يبوسها، او ان هو مثلا يغزلها او الكلام من ده، عشان هي عماله تنفخ، فهو مستغرب موضوع النفخه ده على فكره. بصوا بصوا، هي المفروض الحركه دي لو ذكر نفاخ هيخش ايه، منقارهم في منقار بعض وياكلوا بعض، الطبيعي الناس عارفاه. لكن بصوا، هو خايف يقرب. ما تنجز يا ابني، انجز يا ابني، الله يهديك يا ابني. نعمل ايه بقى يعني؟ خد بالك لو ما عرفتش تفرض نفسك، تفرض سيطرتك عليها، هيخش ذكر تاني من الدكوره مكانك. اديني بنبهك اهو. والله ومستفه وزي القمر، والله كانت قلش كامل، وما شاء الله ستفت وحلوت اهي، والقلش كمل والريش كمل، اللهم بارك. يعني نتايه سوبر جامبو، يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله. انا عندي ذكر ليها، بس الذكر ده كل شويه يتصاب، كل شويه يحصل له حاجه، يعني تمام. اهو خلاص بقى، ولا تعرفوا تعملوا حاجه، انت ذكر خايب شكلك.